السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا بعد ما كملنا حلوة العيد ريحنا شوية وصلنا شوية صابرين، ودروك نولو لي يكون عندها المزيود ولا حاجة تروح تهني دير شوية سنيوة في الكاز، سنيوة في يدها ديرها خير في الداخل من تجيب هذا كلشي وخالي. يلا نبداو بسم الله. عندي 250 غرام دهان يعني مارغرين، وعندي 3 صفار البيض هاوليك، وعندي نزيد لها شويه قهوه باش، وهذه مغرف تاع لافاني وقرصه تاع الملح، وعندي 3 مغارف تاع العسل، وحده زوج وهذه 3. درك نخلطوهم مليح بالباتور ونوليو. ان شاء الله فهمتوا المقادير. 250 غرام دهان، عندنا 3 صفار البيض، وعندنا 3 مغارف كبار تاع العسل، وعندنا هذه القهوه تاع نسكافيه، وعندنا مغرفه تاع فاني وقرصه تاع الملح. هذا هو هذا المكان. هيا بسم الله. باش نزيدو شوفوا نبعث لكم هذه. بسم الله. عندي ليمون برينو هذاك، عندي 2 كيسان كيما هكا معمرين، هنا 1 وهنا 2 باكيات هذوك رحيناهم ونزيدوهم هنا. دوك هنايا نديروهم هكا. يلا بسم الله. بعد ما رحيناهم بسم الله هاي بروك نديرو باليد. بسم الله. عندي مغرف صغيرة تاع لا ليفور شيميك، وعندي كاس تاع فرينة، ونشوفو شحال تدينا. صحح المفاهيم. كاين مفاهيم غالطه راهي عندنا حنايا، كاين مفاهيم، كاين بزاف امور حنا ظانينها رجله هي ماشي رجله، وكاين امور ظانينها مكارم اخلاق هي ماشي مكارم اخلاق، وكاين غلطه راهي في الاخلاق راهي صايره عندنا، حتى عند الناس كبار في العلم غالطين في الاخلاق تاعهم، غالطين واش معناتها الاخلاق، غالطين. ولذلك نعطيك مثال. انا اليوم حنا واش هي الاخلاق عندنا؟ هي معامله بالمثل. ما لقاش عليا السلام ما لقيش عليه السلام. عندنا عزه، ما جاش عيد عليا ما نعيدش عليه. انا مرضت طحت مريض ما زارنيش والله ما زورو. دايرين معامله بالمثل، هذه هي مكارم الاخلاق. وربي قال لنا ماشي هذه. قال لنا ربي سبحانه وتعالى: فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه وشنو؟ ولي حميم. كيفاش هو مشنف كذا وانا ندير له واش راك؟ هي قال لك هكذا، قال لك باللي خذي العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه ما كاينش فيها حكايه اخرى كامل عند ربي سبحانه وتعالى. قال لك انا نعطيك مكانه عاليه بصح ما تعاملش كيما هما. قال لك انت ارفع المستوى. انت باش تكون عندي عبدا رفيع المستوى لازم ما تكونش كيما هو، ماشي دار لك تولي انت سيء الاخلاق كيما هما وتولي ندخلوا في واحد الروضه ما تبقاش ما فيهاش حتى خير. علاه تولي انت يا سيء وانا سيء، نقابلك بالاساءه، شنفت عليا والله ما زيد دير ضحكه من عندي نشنف عليك وتولي المجتمع كامل معفن. لازم باش نحبسوا هذاك السيركوي كما يقولوا حنا واش نديروا؟ انت كي تشنف انا نضحك لك، راحت لك خلاص، ومن بعد ما عندكش وين تضرب. تولي الاخلاق السيئه ما عندهاش الصدى. اسرق نسرق، غاب المدير تاعي نغيب انايا، جا هو على 10 نجي انا على 9، جا خرج هو على 2 انا نخرج على 3. سرق المدير سرق مليار، انا نسرق غير هذاك الباس ونسرق المفتاح ونسرق هذيك ونسرق هذيك. سما نمشيو واش نديروا؟ نولي المجتمع متعفن، وهذا مفهوم سيء للاخلاق، مفهوم سيء. قارالي عند الدخله تاع الدار انا نقاري له عند الدخله تاع الدار. هذه الاخلاق عندنا احنا. كي تقول له يا فلان انت ماكش متربي ماشي متخلق، يقول لك لا هو بدا الاول. شفت الاخلاق عندنا كيفاش ولات عندنا عباره عن رده فعل. كي ترد برده فعل ترد بالسوء الخلق، ظن نفسك انك متخلق لانه صاحبك هو بدا. وعلاش ضربته؟ هو ضربني الاول. ما تضربوش لانه نقول لك حاجه، هذاك خوك وربي وصاها عليك كيما يماك وصاتك على خوك من باباك ويماك.
شفت يماك قبل ما تموت وصاتك على خوك صغير وقالت لك بالك تضربه ولا تمسه، وهذا ولا كان يجيح شويه ولا خوك صغير وانت تولي هذاك خوك يطير في السماء ويدير كلش، ونقولوا لك يا اسمع كيفاش راك صابر عليه؟ قلنا يما العزيزه وصاتني عليه قبل ما يموت، وربي وصاك علينا. دروك نولو لا كريم. الكريمه اللي نديروها داخل الصابلي، عندي زبده تاع اوبلين 200 غرام وزدت لها 125 غرام تاع زبده رابيل، 125 غرام و 200 غرام اوبلين. دروك نضربوها ونولو. نزيدو 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص، ونزيدو 2 مغارف كبار تاع لاشونتي، ونزيد نستلي مغارف كبيرة. بسم الله. لا عندكم اسمه حلوة الترك زيدو قيس 2 مغارف هكا. نعاودو نضربوهم، نعاودو نخلطو ونوقف. عندي مغرف كيما هذه تاع الزيت. بسم الله. وحده، زوج، نعاودو نخلطو. اكثر من يماك ربي وصاك علينا باللي حنايا كي نتجهلوا عليك اصبر علينا. قال هذا خويا، راهو ربي اللي وصاني عليه، هذا خويا تاع العائله الكبيره تاع المسلمين كامل. وش صاني عليه؟ ماشي بابا ولا يما، وصاني عليه ربي. قال لي خوك كي يجهل عليك اعرض عن الجاهلين. قال لك ما خليك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. قال لك هذو خاوتك مش مشكل، رحماء بينهم. قال النبي، قال ربي عز وجل على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رحماء بينهم. الله غالب اذله على المؤمنين. خويا مسلم قال لا اله الا الله سبني خويا بصح انا الفوق اني نطلع. وهذا هو الاخلاق. هذه عندنا احنا ما كاش، هذه ما كاش، وكي ما كاش هذه ما نولوش متخلقين. وهذه هي معرفه حقيقه الاخلاق. نقول لك انا الاخلاق واش هي. هاوليك بعد ما طبعناهم درنا شويه قلب، درنا شويه اوفال، درنا شويه دمعه. هاوليك هادو قدرناهم باش ينشفوا. هذا هو تاع البيبي. نعرفوا حقيقتها ومن بعد نروحوا لأهميتها ونذكروا فضلها ونذكروا أسبابها. الآن حقيقة الأخلاق وش هي؟ شوف تعريفات العلماء الجرجاني وغيرهم تعريفات كثيرة في الأخلاق. الآن احنا ما نقولوش هي صفة في النفس تحمل صاحبها على بذل الخير وكف الشر، لا، احنا نقولوا حاجة تقدر تحفظها انت ونحفظها انايا وسهلة بزاف. الأخلاق وش هي؟ 3 أمور فيها، 3 أمور: بذل الندى وكف الأذى بنية لوجه الله. لوجه الله لازم تدخل لوجه الله، ودوك نقول لك علاه لوجه الله ندخلوها. شوف كف الأذى هو الأول، أول حاجة كف شرك قبل ما تمد لنا الخير تاعك. أنا ولينا باش دروك نحشيو الصابلي. هاوليك هنايا تقطعوهم كيما تحبوا. بس كندير نكلاصيهم فريز وفاني. راني درت ديكوجيل، هايليك ديكوجيل تاع فريز، وهذه لا كريم بيغ اللي درناها. كف شرك، حبس لسانك، حبس عينك، حبس امورك اللي راك دير فيها تاذي الناس.
كي تكف شرك الاول راك بديت الديماري خلاص، بديت تمشي في حسن الخلق. ومن بعد الحاجه الثانيه وش هي؟ بذلوا الندى، مد الخير للناس. ورايحين نتكلموا على هذا في امور مهمه جدا في فضل الاخلاق. الاحاديث اللي تعطتنا التعريف هذا راح نذكرها في فضل الاخلاق. من بينها كف الاذى. الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينصح في واحد الانسان صحابي، قالوا تعين على نائبه الظهر، وقالوا تحمل متاع اخيك فتضعها على دابته لك بها صدقه، وان تفرغ من دلوك في دلو اخيك صدقه. تروح تعمر الماء، لقيت خوك ما قدرش يعمر، كاين الغاشي ولا واش دير؟ تقول له اروح نعمر لك نص بيدون، انا نعطيك نص بيدون تاع الماء، هذيك صدقه. وتبسمك في وجه اخيك صدقه. قال له هذاك الصحابي، قالوا لو كان ما نقدرش ندير كامل هذا كامل. دونك نديرو الكلاصاج. درت 2 مغارف تاع الزيت ونزيد الكولورون الغوز. هاك نديرو غير بشويه. بسم الله. قال كف شرك عن الناس. تبدا كف شرك عن الناس، حبس الشر تاعك. اول نقطه هذه هي. اقول لك انا علاه، انا نصورها لك بواحد الطريقه واحده اخرى، وهذه نحتاجوها بزاف. ولهذا شوف النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل، كان النبي عليه الصلاه والسلام يعطي له واحد الوصيه، لو كنت تتخيلها انت، تتخيل وحده يبني له دار له بنيان كبير. فرائض الدين وسنن الدين اللي هي النوافل، علم له، قال له الجهاد ذروه سنام الدين، وعموده الصلاه، وبين له كامل الاركان. قال له هذو فرائض، هذو ما لازم تديرهم، هذو واجب عليك تديرهم. ومن بعد قال له روح نزيد نوري لك النوافل. قال له الصلاه هذه الصلاه نور، تصلي في الليل صلاه النور، تزيد دير راتبه في النهار، وتصلي تحيه المسجد، وتصلي النوافل، هذه راهي نور من الله وزياده في الخير. وقال له الصدقه برهان، الصدقه هذيك اللي تصدق عليها صدقه برهان عند ربي سبحانه وتعالى، برهان تدل على صدق ايمانك، برهان وحجه عند الله عز وجل. وذكر له نوافل ما شاء الله. هذيك النوافل علاه؟ باش يزيد يكمل بها الدين تاعو، يولي الدين كامل. اعطاله بنيان بالنافله والفريضه، بنيان بناله كامل. ومن بعد واش قال له؟ هنا عبوك واش دار له؟ هنا عمر له الكاميو كما يقولوا، عمر له الدابه، عمرها له بالعفش كما يقولوا، بالمتاع. ومن بعد واش قال له؟ قال له هل ادلك على ملاك ذلك كله؟ انت كي تعمر شاحنه تعمرها بالقش ولا بالبضاعه، لو كان تنوض وتمشي خاسر، تطيح كامل، تروح. لازم لك الربط، لازم تربط. واش دير؟ تبدا تحوس كيفاش تربطها، كيفاش تغطيها عشتها، باش البضاعه تلحق سليمه لاهلها. الرسول عليه الصلاه والسلام ضرب المثل هذا وقال له هل ادلك على ملاك ذلك كله؟ قالوا نوري لك واحد الحاجه تربط بها الحسنات اللي تلم فيهم، باش ما يروحولكش منا ولا منا، باش البضاعه تلحق سليمه عند الله يوم القيامه. قال له بلى يا رسول الله، وريني كيفاش نحافظ على الحسنات. قال له امسك عليك هذا، لسانك حبسه. هذا هو الصح في الدين. التاجر المليح هذاك واش يدير؟ هو اللي يحافظ على لي فويت. أنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، أنا كملنا هونيك. دروك أنا قلت لكم نقسم لكم الحبة، هاي لك قسمتها، هاي لك الكريمة، هاي لك ديكور جيل تاع الفراز. ما شاء الله يلقاكم كامل بخير، وان شاء الله ربي يفرح كاع المؤمن ان شاء الله، وينجحهم كاع ان شاء الله. ان شاء الله نوجدوا تاني الحلوه تاع الباك ان شاء الله، ونوجدوا الحلوه نلبي، وان شاء الله يفرحوا كاع ولادنا، امين. واستفناها في بلاطو اللي ندوه هونيك، وان شاء الله يبارك كل مزيود، وربي ان شاء الله يشفي الميمة ان شاء الله،
كل واحد زاد عنده ولاد ولا بنية بالبركة عليه، واللي ما عندوش ربي يعطيله ان شاء الله. ان شاء الله هذا الفيديو اللي يشوفه ان شاء الله ان شاء الله يربح عليه ان شاء الله يا ربي. من قلبي راني نقول لكم من قلبي ان شاء الله اللي يشوف هذا الفيديو ان شاء الله اللي ما عندوش ربي يرزقه، ربي يعمر حجمه.